ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اكلتنا النهارده هي صينيه سمك. اول حاجه طبعا نضفنا السمك. يا جماعه انا كان اول مره اصلا في حياتي انضف سمك، بس الحمد لله نضفته حلو. هنا هقول لكم على المكونات. عباره عن طماطم مقطعاها مكعبات عادي، بصل، فلفل كوبي، وكنت حاطه قرن فلفل حامي كده، لو عايزين تحطوه حطوه، مش عايزين ما تحطوهوش. حطيت كمون. حطي كمون حبه حلوين عشان خاطر السمك بيحب الكمون. وبعد كده حطيت ملح، وهقلب كل ده في بعض. او ليمون، كنت هنسى الليمون كويس اللي انا ببص. وبعد كده حطيت ليمون. برضو ليمونتين كده حلوين، يعني ليمونتين كبار. عصرتهم على الخلطة دي. يا جماعة بجد أكلة السمك دي تحفة تحفة. والسمك اللي أنا استعملته معايا ده اسمه سمك بولاميطا. ماشي. واصلا السمك ده كان نوع حلو قوي، كان فيه كمان بطروخ، بس وانا بنضف السمك بوظته لان انا اول مره انضف السمك، فالبطروخ باظ مني بصراحه. فقلت بقى مش مهم يعني رميته. بس. فالمهم قلبت الخلطه دي كلها في بعض. هاخد النص هشيله على جنب دلوقتي، واسيب النص في الصينيه. هرص البطاطس، بس قبل ما ارصها هقلبها كده في الخلطه عشان خاطر تاخد من طعم الليمون والكمون والملح والحاجات دي كلها. هقلبهم كده في بعض، وبعد كده هرص الصينيه. ماشي. لحد دلوقتي مفيش اي حاجه صعبه خالص خالص، كل حاجه تمام. هنجيب السمك هنا، هعمله بالخلطه. عباره عن توم وفلفل وكمون وملح وليمون. بس يعني هو توم وفلفل وكمون وملح وليمون. طبعا مفروض كنت اقعدها فيها قبل كده وشويه، او مش مفروض، هو عادي يعني، على اساس انها تاخد من طعم التوم وكده. بس ما كانش وقت، فعملته دلوقتي، حشيته يعني ايه على طول. بس عادي والله كان حلو برضو ومفيش حاجه يعني، ما اثرش فيه. بس لو عايز تحشيه من بدري عادي احشيه. بس كده. نزلت الخلطه الباقيه على السمك بقى عشان خاطر تاخد من طعمه كده وياخد من طعمها. والخلطة بقى الباقية اللي احنا شلناها دي هنرصها على الوش. بس كده، مش هنعمل اي حاجة تاني. الموضوع سهل وبسيط ومفهوش اي حاجة خالص. وهنجيب زيت، يعني بتاع 3 معالق كده ولا حاجة، ولا 4 معالق زيت. وهنحط على الوش برضو، يعني هنحط رشة كده. ده الليمون اللي انا كنت عصراه، سبت القشر بتاعه. برضو حطيته مع الخلطة على الوش عشان ايه؟ بيبقى طعمه حلو مع السمك. حطيت الزيت هنا، وهجيب ورق الفويل ده، وهغطيه بيه عشان السمك يستوي. وهحطه على النار، مش هحطه في الفرن. هحطه يعني، انا عندي على النار بيستوي اسرع من الفرن. هحطه على عينة صغيرة، يعني انا عالية الاول، هعلي النار. واول ما يغلي هوطي النار اهو زي ما انتم شايفين. هوطي النار واسيبه بقى يستوي مع نفسه. هنا بعمل الرز ببصلة. طبعا حطيت زيت وحمرت بصل زي ما انتم شايفين لحد ما وصل للون ده. بس ولا افتح ولا اغمق، هو اللون ده كان حلو قوي. هتحطي ميه على حسب معيار الرز بتاعك، يعني انت عارفه رزك قد ايه، هتظبطي المعيار. انا بعمل كوبايه الرز عليها كوبايه ميه، مش عارفه بقى يعني، بس بيطلع مظبوط معايا. انا عملت كده. المهم هحط رشه ملح، ورشه كمون صغيره قوي، ورشه فلفل اسمر صغيره قوي. بس انا يا جماعه ايدي بتبقى سايبه في البهارات، ما اعرفش بقى ايدي بتسيب كده فجاه، بحط كميه. بس الحمد لله المره دي ظبط، يعني ما حطيتش كتير، انا عايزه رشه صغيره ورشه صغيره عشان ده مش طبيخ يعني، ده رز. سبت الميه تغلي، وبعد كده هنزل عليها بالرز. ده طبعا رز انا غسلاه حلو ومصفياه، يعني رز عادي مغسلاه حلو ومصفياه. وهنزل عليه في الميه. بس كده، مفيش اسرع من كده واسهل من كده. والله العظيم ريحة الاكل كانت تحفة. وطيت النار طبعا على الرز وغطيته وسبته يستوي. وهنا كنت بشوف البطاطس استوت ولا لسه، والسمك كان لسه شوية فسبتها. بس كده اهو كانت استوت زي ما انتوا شايفين كده. سويتها على النار من غير فرن من غير حاجة، والرز كمان استوى. هنا حطيتها شوية على الشواية تاخد وش، بس كده عملتش اي حاجة. يعني سبتها على النار فوق عادي، وطيت النار استوت يا جماعة وبقت مستوية جدا. وبعد كده حطيتها على الفرن تاخد وش زي ما انتوا شايفين كده اهو. غرفت عملت جنب منهم شوية سلطة وغرفت الرز والسمك.
بس كده، بالهنا والشفا.